وصفة النهاردة من الحاجات المنعشة بالنسبة لي، يعني في الحر ده زي ما بنكون محتاجين نشرب مشروب منعش كده يرطب على قلوبنا، بنكون برضو أوقات محتاجين ناكل حاجة حلوة تدينا طراوة كده، تحسسنا بالطراوة كده. النهاردة هنعمل مع بعض كيك ستاربكس الأصلية بالليمون، واخدة طبقة كده من الجليز أو الآيسنج تحفة. كمان الكيك علشان معمول بالزبدة أو عشان هنضيف عليه زبدة. قوام الكيك طري ولونه فاتح وريحته كمان حلوة قوي، يعني أنا هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو، بس تابعوا الفيديو للنهاية. قبل كل ده وقبل ما أقول لكم الوصفة، لو مش مشتركين في القناة نوروني واشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. اعملوا لي بقى لايك ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. المقادير بتاعة الكيك كانت عبارة عن كوباية من السكر الحبيبات، يعني مش سكر بودر. كمان بشر ليمونة، يعني دول حوالي معلقة كبيرة. واخدت الطبقة اللي بره، يعني سواء الليمونة صفراء او خضراء اخد الطبقة اللي بره، بس ما اخدش يعني ما احاولش وانا ببشر الليمون اخد الطبقة البيضة. دول كمان 4 ليمونات، اخدت عصير 4 ليمونات كبار، هقسمهم نصين، يعني هاخد نصهم على الكيك والنص التاني هنعمل بيه الايسنج الخارجي. احتجت كمان نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وبيضتين برضو بدرجة حرارة المطبخ، يعني كل المكونات لو في حاجة منهم في التلاجة هطلعها من التلاجة قبلها بشوية. أول حاجة هعملها هاخد السكر وهضيف عليه بشر الليمون. لما اجي بقى اضيف البشر الليمون مع السكر واقلبه كده، انا بخرج الزيوت اللي في بشر الليمون، فلما اجي اعمل الحركة دي انا نفسي هشم ريحة الليمون. بقت قوية جدا، لما تيجي تتخبز بقى هتكون ريحتها نفاذة في الكيك. هضيف عليهم الزبدة وهبتدي اقلبهم كويس جدا، يعني اخلط السكر بالزبدة كويس جدا. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من زيت الطعام، اي نوع عندك انت حباه، بس المهم ان هو يكون فاتح وملهوش اي ريحة. هقلب برضو كل المكونات دي مع بعض، انا عاوزة السكر يدوب تماما والزبدة كمان توصل لقوام معين هوريهولكم بعد كده. بعد كده بالمضرب او بالويسك، وهبتدي بقى اخفق الخليط ده كويس جدا 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 لحد ما لونه يفتح ويعمل زي فوم بسيط كده بالشكل ده. انا هنا كان ممكن اشتغل بالمضرب الكهربائي، بس انا يعني حبيت اوريكم قد ايه الطريقة بسيطة وسهلة، مش هتحتاج ممكن اعملها بايدي. بعد كده هبتدي اخد البيض بالتدريج، يعني هاخد اول واحدة وهقلب كده لحد ما تختفي، يعني اول بيضة وهقلب كويس جدا بالمضرب لحد ما تختفي تماما. بعد كده هنزل بالبيضة التانية وهكذا. بعد كده هاخد نص كمية عصير الليمون اللي انا عصراه، يعني هاخد كده حوالي معلقتين او ليمونتين كبار. هقلبهم بقى كويس جدا مع كل الخليط ده. هنا بقى انا مش محتاجة اضيف فانيليا عليه، يعني هو الليمون بيغنيني، هو ريحته قوية وطعمه قوي بيغنيني عن اضافة الفانيليا. بعد كده هبتدي اضيف المكونات الجافة. انا هضيف كوباية ونص من الدقيق، ومهم جدا جدا زي ما متفقين نعدي المواد الجافة على ما ندخل، يعني الافضل ان انا انخلهم مرة واتنين كده علشان يدوني هشاشة كويسة في الكيك. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من الملح عشان تعادل المزازة بتاعة الليمون، وتعادل كمان الطعم السكر، يعني تمزج الأطعمة كلها ببعض أو تديني في النهاية طعم كويس. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما الدقيق يختفي تماما. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية من اللبن أو الحليب كامل الدسم. ممكن كمان هنا اضيف كوباية زبادي لو حابين تضيفوا زبادي او سور كريم. هضيف برضو نص كوباية، يعني بنفس الكمية بالظبط. هقلب بقى هنا كده كويس من تحت ومن فوق، يعني مش لحد ما اللبن يختفي وكل المكونات تمتزج مع بعض كويس. انا مش هبالغ في الخفق هنا كتير. بعد كده بالسباتشولا بقى وهتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعضها، مفيش دقيق من تحت رائد ومفيش برضو لبن ما اندمجش مع الخليط. بصوا بقى قوام الكيك عامل ازاي، بصوا شكلها اصلا مغري.
هجهز بقى قالب الخبز بتاعي وهدهنه بدهنة كويسة جدا من الزيت او الزبدة. لو حابين بقى نبطن بعد كده القالب بالدقيق، لو ما عندناش يعني ورق خبز، انا هحط ورق خبز، ممكن نبطنه بالدقيق تبطينه كويسة كده بحيث ان انا اطلع قالب الكيك بعد الخبز بسهولة. هضيف بقى الخليط في القالب وهدخله في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. الرف في النص، وهي هتاخد وقت شوية في الفرن، يعني مش هتاخد اقل من 50 دقيقة. من بعد 45 دقيقة نبتدي نعمل لها اختبار بخلة الأسنان أو بالتوثبيك. لو طلعت نظيفة تمام، لو حسينا ان لسه في ما استوتش كويس او طلع فيها عجين، نستنى عليها 5 دقايق كمان. بس ممكن بقى في الوقت ده لو اخدت لون من فوق، نطفي الشعلة اللي من فوق ونخلي اللي تحت بس، ونخلي الشبكة في النص. ده كده بعد الكيك ما خرجت من الفرن، كان عدى عليها حوالي 50 دقيقة أو أكتر كمان، يعني ما تستعجلوش عليها، سيبوها تاخد وقتها في الفرن، أهم حاجة ما نفتحش عليها كتير. بعد طبعا ما تخرج نعمل لها اختبار بالتوز بيك من بعد بالظبط 45 دقيقة زي ما قلت. طلعت بقى الكيك من القالب كده وهسيبه لحد ما يهدى تماما، وهبتدي أخلع منه ورق الزبدة وهسيبه لحد ما يبرد. هبتدي بقى اجهز الايسنج بتاعي، وانا هنا احتاجت نص كوباية من السكر، ممكن لو حابين تضاعفوا الكمية بتاعة الايسنج بتاعها عادي مفيش مشكلة، يعني ده في ايديكم. انا احتاجت بس نص كوباية من السكر. وهنا بقى الليمون هضيفه بالتدريج، يعني اللي هو هضيف معلقة صغيرة معلقة صغيرة وهقلب، لان السكر بيدوب بسرعة جدا، يعني مجرد ما بنحط الليمون ونبتدي نقلب كده هتحسوا ان السكر بيدوب بسرعة رهيبة، فناخد بالنا يعني ممكن يحتاجوا المعلقتين الليمون الكبار وممكن لا. بصوا بقى قوامها تقيل ازاي، يعني هو ده القوام المطلوب. بعد ما الكيك بقى بارد تماما، عايزه اقول لكم ان ريحتها في الفرن كانت فعلا رهيبه، يعني ريحه الليمون وكانت نفاذه جدا في الكيك وهي بتتخبز في الفرن، ريحتها حقيقي كانت حلوه جدا. احنا ما كناش طبعا قادرين نستحمل ومش صابرين، احنا عايزينها تطلع من الفرن عشان ناكل منها. ابتديت بقى اعمل لها خيوط كده بالايسنج اللي عملناه، ممكن كمان تصبوه عادي جدا، يعني مش لازم الخطوط اللي انا بعملها دي، ممكن تغلفوها عادي كده، يعني تاخد طبقة واحدة بالظبط زي الستاربكس بيعملوها كده، بس انا حبيت ازينها كده بشكل حلو للولاد. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، ممكن نزينها بالليمون ببشر الليمون عند التقديم يعني. نبتدي بقى نقطعها. بصوا شكل الكيك بيتكلم عن نفسه، يعني شكلها طرية كده وهشة قطنية، لون الكيك كمان فاتح، طعم الزبدة فيه مش قادرة اقول لكم. عايزة اقول لكم ان انا كل قطعة باكلها كنت بغرقها بالايسنج ده، في طعم المزازة كده، واكيد انتوا فاهمين مع طعم الليمون بتاع الكيك. لا طعمها فعلا حقيقي حكاية، ما تختلفش اطلاقا عن الكيك بتاعت ستاربكس اللي بناكلها هناك. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. اعملوا بقى سيف للوصفة عشان انا متأكدة ان انتوا هترجعوا لها تاني. ولحد هنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، لو مش مشتركين في القناة نوروني واشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.